السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة كده نعمل مع بعض السمك البلطي المقلي المقرمش، وهنعمل معاه احلى رز صيادية ممكن تاكلوه. بس قبل ما نبدأ كده نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، وندعي لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم يا رب ويفك كربهم، ونكثف الدعاء يا جماعة. انا معايا هنا سمك بلطي، نضفته كده وجايباه طبعا صاحي. الاحسن حاجة ان انت تجيبي السمك صاحي، ما يكونش ميت عند الراجل، عشان تضمني ان هو طازة، عشان يبقى طعمه حلو معاكي، بالذات المقلي كمان. بنضفه كده تنظيفة حلوة، وكنت نقعاه في مية بملح بدقيق بليمون، وكنت حاطة ورقتين لورا كده بيضيع الزفارة جدا. ولو عندك طحينة تحطي معلقة طحينة مع الليمون والملح، بتضيع اي زفارة برضو في السمك او في الفراخ. وبعدين بعد النقع كده شطفته شطفة حلوة، وبعدين هعمل له بقى تتبيلة. مفيش بعد كده، هتبقى تخلي طعم السمك تحفة جدا. معايا هنا فلفل احمر بارد على حامي، ممكن احط معاه اخضر عادي. ومعايا هنا 4 فصوص توم فريش كده. انا مش بحب التوم كتير، اللي عايز يزود توم بيزود عادي زي ما هو عايز. وبحط ملح بس، وفي المرحلة دي بحط الملح بس مع الليمون وخل، عشان طبعا التتبيلة الخلطة دي هتبقى كتير، فانا هاخد منها شوية بس للسمك، وهشيل الباقي. لو بتنجان ولا حاجة مش بحط عليه كمون، عشان الكمون بيسود البتنجان، انما هحط على خلطة السمك كمون عادي. وبخلطهم كده في الكبة، اسهل حاجة يعني في الكبة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم عليك باليهود الملاعين يا رب، اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب، اللهم فك الكرب يا رب، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وبعدين خلاص كده ضربتها فرمتها كده، يا ولا ناعم ولا خشن قوي. بس وبفضي شوية كده في بولة عندي، وبشيل الباقي عندي في برطمان في التلاجة. انا بحب احط على خلطة السمك دي كزبرة وبقدونس، حطيت عود كزبرة وعود بقدونس حلوين جدا، وحطيت فلفل اسود وكمون وكزبرة. ما تستغربوش من الفلفل، بيدي طعم حلو جدا للسمك. وحطيت ملح برضو، لقيت الملح بتاعه شوية، وحطيت شوية خل تاني. وبقلب كده الخلطة دي، ريحتها يا جماعة جميلة جدا جدا. ومعايا هنا بتبل السمك طبعا قبل ما اجي اقليه بشوية حلوين يعني. تبلت كل السمك وحطيت في البطن وفي الفتحات اللي من بره دي. وبعدين شوية المية اللي فضلوا كده من التتبيلة بحطهم برضو على السمك من بره، عشان يبقى مملح وحلو. وهنا هعمل معاكم بقى الرز الصيادية بتاعي. معايا بصلاية كبيرة كده بقطعها. انا بقطع البصلاية بتاعه الرز كده، ما بضربهاش في الكبة، لان كده لما بتتقطع كده بالسكينة احسن. في الكبة ممكن متحمرش بسرعة معاكي وتلزق في الحلة. زي ما انتم شايفين. طبعا السمك اللي جنبي ده بعد شوية شيلته حطيته في التلاجة اصلا، عشان عبال ما الرز يستوي واكون قبل الاكل على طول اقليه بقى. معايا حلة على النار، حطيت فيها شوية زيت حلوين. طبعا الرز ده مش بتحطله سمنة يا جماعة، بتحطله زيت بس. رز السمك دايما يتحطله زيت. طبعا عايزة تاكلي احسن رز صيادية، كليه من ايد واحدة اسكندرانية بقى، ما يبقى ما فيش بعد كده. ومعايا هنا ملح وفلفل وكمون واتنين مرقة دجاج، بتدي للرز طعم حلو جدا. وحطيت الملح بتاعي، وحطيت شوية سكر، نص معلقة بس سكر، بتكرمل البصل وتخليه يحمر كويس جدا. ونفضل نقلب كده في البصلة لحد ما تبقى باللون البني ده. انا المرة اللي فاتت كنت عاملة الرز الصيادية كان فاتح شوية، فعمر ابني قال لي لا يا ماما خليه غامق. انا حطيت طبعا كمان نسيت اقول لكم مع البهارات شوية قرفة
بتديله لون حلو جدا. في ناس يا جماعة بيحطوا اللي هو صويا صوص او دبس رمان او اي حاجات من دي عشان تدي لون حلو للرز، يعني عشان يبقى شبه بتاع المطاعم. بس انا مش بحب اي صوص في الرز. يعني انت يا دوبك بتحطي له نص معلقة قرفة وشوية سكر كده مع البصل، بيكرمله وبيخليه لونه حلو. ولا منك بتحرقيه ولا منك بتخليه فاتح، تخليه بني كده. وبعدين تحطي له المية، وما تحطيش الرز غير لما المية تغلي خالص على الاخر يعني. تمام. وهنا بقى بعمل طبق السلطة الحلو بتاعنا. طبعا السمك ما يحلاش غير بالسلطة. بقطع الخضار بتاعي، كزبرة وبقدونس وشبت، وبعدين الخس الكابوتشي. الخس لسه طالع عندنا، الكابوتشي ده لسه طالع عندنا قريب فجبت منه، بيبقى حلو، بحبه جدا على السلطة. والخيار والجزر. في الوقت ده الرز على النار، واول ما يجي يتشرب كده هوطيله البوتاجاز واحطله الشياطة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. والجزر طبعا احسن حاجة ان هو يتعمل في المبشرة عشان الجزر يبقى ناعم. الجزر بيبقى ناشف طبعا عن الخيار. واحسن حاجة ان انتي تسيبي السمك في التتبيلة بتاعته دي شوية كده، ساعة مثلا ولا حاجة، او اقل حاجة نص ساعة، عشان يشرب من التتبيلة القمر دي ويبقى طعمه حلو. وهوريكم ازاي تعملوه سمك مقرمش، ويبقى مقرمش من بره وطري كده وحلو من جوه. بس اهم حاجة زي ما قلتلكوا يكون السمك طازة وصاحي، ده اللي بيخلي السمك طعمه حلو جدا. وقطعت الطماطم بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. حوقلوا يا جماعة واستغفروا. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. وبقلب السلطة كده مع بعضها، وبعدين هحطها في التلاجة شوية عبال ما اخلص السمك. وهنا جيت خلاص كنت ببص على الرز كده لقيته استوى ومفلفل وجميل جدا. وهنا بقى هعمل الخلطة بتاعة الكفر بتاع السمك بتاعي. معايا كوباية دقيق، كوباية الدقيق عليها 3 معالق نشا. احط معاها النشا بيخلي السمك مقرمش وحلو. واحسن حاجة لما تحطي التتبيلة بتاعة الكفر دي في كيس، الكيس كده ما بيبهدلش الدنيا معاكي. وحطيت معايا هنا معلقة صغيرة كاري، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة كمون وملح. ومعايا طاسة على النار فيها الزيت، وجنبي بولة تانية كده فيها مية ساقعة من الفريزر، ساقعة متلجة. بحط كده ببدر السمك بتاعي في الكيسة كده ما بيبهدلش الدنيا حواليا ولا اي حاجة. وبحط برضو في البطن تكة الدقيق في البطن دي عشان الخلطة بتاعتي ما تطلعش كده في الزيت. ويا دوب بغطسه بس كده في المية الساقعة وعلى الطاسة على طول، ما تخافوش. الطاسة بتكون سخنة، ولا هي سخنة قوي ولا هي باردة، بتكون متوسطة كده، ما تسيبوهوش يسخن جامد قوي يعني. وزي ما انتوا شفتوا كده بنزل فيه بيه في المية الساقعة، بصفيه دوب من المية شوية وعلى النار على طول. التكة دي بتخلي السمك مقرمش وحلو قوي يا جماعة. وهنا بكون موطية، بوطي بقى النار شوية وبرجع عليها تاني عشان السمك يستوي معايا، لان ده طبعا سمك طازة. ممكن تلاقي كده لو مش موطية النار تلاقي كده في عند السلسلة حتت حمرا كده، وده احنا مش عايزينه. وهنا بتبل السلطة بتاعتي، حطيت كده شوية من الخلطة بتاعت السمك، ساعات بنحبها كده بالثوم. وحطيت ليمون وخل
وشوية زيت. ولو طبعا عايزة بصل على السلطة بتقطعي بصل عليها، بس احنا كنا بعد المغرب فما حبيتش ان احنا ناكل عليها بصل بصراحة، بس هي بتبقى حلوة جدا بالبصل برضو مع السمك. وهي طبق السلطة بتاعي اللي ما نقدرش نستغنى عنه ابدا. الطبق ده كله فيتامينات ومعادن، ما لازم يبقى موجود معاكي على السفرة بتاعتك، وخصوصا مع السمك. وهنا خلاص السمك كان اتحمر من الجنبين، كان مقرمش جدا. في الوقت ده ممكن تحطيه على مصفى او على اي حاجة تانية ناشفة، بلاش تحطيه على مناديل عشان المناديل بتخليه يطرى. وبكمل باقي الكمية معايا زي ما انتوا شايفين كده. وخلاص كنت غرفت بقى، والرز بتاعي كانت ريحته ممكن يعني يتاكل حاف، والله يا جماعة كانت ريحته ما شاء الله مالية البيت. والسمك كان ما شاء الله عليه. جربوه بطريقتي ان شاء الله يعجبكم. بحبكم جدا، مع السلامة.